السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض نشاط مونتسوري لرقية. هنحتاج ايه؟ هنحتاج ورقة كرتون و ورقة فوم بلون ازرق او قلم الوان برضو لبني او ازرق، ومقص ومسدس شمع وابرة وخيط. ابرة تكون تخينة كده، لو انتي متوفر عندك ابرة مونتسوري اللي هي البلاستيك. دي بتتباع في المكتبات، بس هي الحقيقة مش متوفرة عندي. وخيط تخين، ممكن لو فيش عندك خيط تخين قوي تستخدمي خيط وتعمليه مجوز كذا مرة كده زي ما انا عاملة كده. والمهم تكون الإبرة سنها مش حاد عشان ما تأذيش الطفل. انا مختارة اكبر إبرة ممكنة عندي. آم، هقص الفوم ده على شكل سحابة، وارجع لكم نشوف احنا هنعمل ايه. كده يا بنات اهو انا قصيت الفوم على شكل سحابة ولزقته في في الورقة. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كأنه شكل مطر، وابدأ اخرم كده، اعمل خروم كده، اوسع المسافات بينهم شوية كده. كده يا بنات اهو انا عملت خروم كده في الكرتون، خروم واسعة كأنها يعني سحابة مثلا وبتنزل مطر. نشوف بقى احنا هنلعب ازاي. يلا اقلبي الكرتونة، اقلبي الكرتون، اقلبي الكرتون، اقلبي الكرتونة. صح كده، شاطر. في اللي بعديه، لا مش في اللي جنبيه، في اللي بعديه. لا، هنا. يلا في اللي بعديها على طول. شاطرة شاطرة. يلا اقلبي الكرتونة، اقلبي الكرتون. لا مش كده، الناحية التانية. ايوه، في اللي بعديها مش في اللي جنبيها، في اللي بعديها. شاطرة، ايوه شاطرة. ايوه شاطرة. اقلبي الكرتون، اقلبي الكرتون. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.